باشمهندس تهامي، في سؤال جالنا من إحدى المتابعين: إزاي بتوفر في الخامات؟ السؤال ده عامل زي العملية الجراحية، لازم تكون وانت بتجاوبه تكون جراح ماهر. اهم حاجة وانت بتعمل العملية دي، لان هي عملية صعبة جدا، تكون بتهتم بانواع الخامات وعارف دراسة الخامات. حاجتين اوعى توفر فيهم: سباكة وكهرباء. السباكة هات بي ار عليها ضمان 10 سنين وحاجة محترمة. كهرباء هات السويدي وريح دماغك. اي حاجة بقى بره الحيطة، لان البندين دول جوه الحيطة دفن. اي حاجة بره الحيطة يا باشا قلل فيها. تجاليد في متر ب1000 ومتر ب5 ومتر ب10، هات الوسط. سيراميك هات الوسط. في بورسلين ب2000 جنيه وفي ب1000 جنيه، وفي ب500. ما تجيبش اللو، هات الوسط ويكون براند. اعرف البراند واقرا الداتا شيت بتاعت كل منتج. انت هتوفر قد ايه؟ يعني الكواليتي بتاع المنتج، زي ما في مطبخ متر ب 13000 وب 20000، في متر تاني ب 8 9000 جنيه. هات الوسط واشتغل بيه طالما هو هيأدي نفس الغرض، لان في الاخر هيبقى هو حاجه مضمونه. اي حاجه هتتلزق وهتسيبها عمر طويل ما تسترخصش فيها. جيبسن بورد ما تجيبش حاجه تعبانه، هات حاجه معتدله تمشي معاك. ما تعملش اعتماد استشاري وتعمل تيش وعصفوره كذا وسيجمنتس كذا وتخانه كذا والبلين بتاعها. هات حاجه محترمه، 3 مللي 4 مللي، يشتغل معاك. جيبسون بورد هتكنعف. يعني حبة براندات وهنشوفها في حلقات تانية كتير هنتكلم عنها. يعني اشتغل باعتدالية عشان الموضوع معاك طالما في تشكيل وديكور. جوه الحيطة اوعى تسترخص. السلام عليكم.